مقابله وديه العالم الكل يحكي عليها. حدث البارح، معناه وقت البارح وقت المقابله حدث كبير، رغم ان المقابله بدات ال 11 نتاع الليل بوقت تونس على الاقل، الناس كل تفرجت فيها. المغرب تخلى العالميه تنظيميا مقابله ملعب 83 ألف متفرج، ملعب عالمي. معناها 2030 المغرب قادم، 2030 المغرب لو تكون الامور عاديه، المغرب مع اسبانيا والبرتغال، وربما المغرب مش تقوي حظوظ اسبانيا والبرتغال في الملف نتاع كاس العالم دون لا كونتينيتي في الاستمراريه، والا لا المغرب صار فعلا فريق من العمالقه فتحي. رقم صعب عملاق مع البرازيل. البارح البرازيل تقريبا بالفريق بالهجوم القوي نتاعهم تاع ريال مدريد بالميليتاو باللاعبين كازيميرو وغيرهم، وحتى هدف البرازيل يضحك معناها خطا من الحارس، ولكن العالميه كرويا وتنظيميا سهل المغرب. كلمه مراد، صار من العمالقه فعلا اليوم فالور انترنسيك نتاع ملاعبيه ومنتخب، ولا فما شويه الكونتينيتي نتاع النتائج الايجابيه بعد كوب دي مود؟ مازلنا في البوزيتيف فايبس، الانرجي بوزيتيف، الموجه قويه. الموجه المغربيه اولا هي قاعده لمت الشعب المغربي في حاجه غير مسبوقه، ولمت العرب الكل. لكن المغرب شو اللي عملاق نقصته حاجه، انه يكون بطل افريقيا. ما تنجم تكون عملاق الا اذا تكون بطل في قارتك. واحنا نعرفوا انه تاريخيا المغرب الكوب دافريك سوني با سا كومبيتيسيون، مره بركه في حياتهم عام 76 ومن وقتها كما تونس. دونك نقصته هذيك بركه. وداير الركراكي قال بكل وضوح، قال احنا لي فافوري نتاع الكوب دافريك، كان عندنا قليب يلزمنا نقبلوا التحدي ونهزوا كاس افريقيا. بربي الاعمار مصر نحكيو على رامز الاعمار نتاعهم تسمح باش يخلطوا ل 2030 معناتها في البيك 27 28 7 سنوات. 7 سنوات المنتخب يتبدل منه شويه. يقف معنا حتى واحد. خلينا شويه تواضع سي عبد الباقي. لا ما نتوضعش، قليلا تونس مغرور برشا. باش نوريك صور، لانه معناتها سي عبد الباقي باهي انه واحد يحس بالانتماء، واكيد نحبوا برشا المنتخب نتاعنا، ولكن شنو رايك في المقابله هذه، مقابله المنتخب؟ تو نرجعوا بعد نحكيوا على مباراه تونس وليبيا مطولا، ولكن باش نعطيك بعض الصور من مباراه دوليه وديه جمعت المنتخب المغربي بالمنتخب البرازيلي. المنتخب المغربي تمكن من الانتصار على البرازيل كأول منتخب عربي يفوز على المنتخب البرازيلي أداء ونتيجة. تفرجنا تقريبا الكل في المقابلة الكل، لكن فما بعض الصور نشاهدوا الأسبقية التهديف كانت للمنتخب المغربي، ثم عاد المنتخب البرازيلي النتيجة، وعاد المنتخب المغربي وسجل الهدف نتاع الانتصار. مباراة كانت أكيد يعني كبيرة بحضور عدد قياسي من الجماهير، تقريبا نحكيه على 70,000 ولا أكثر شوية من الجماهير. هذه بعض الصور. تعليق منك سي عبد الباقي، وقت اللي نحبوا نقارنوا رواحنا بالقارة الإفريقية، هذا منتخب مغربي رابع العالم ويفوز على منتخب البرازيل. فوز المغرب زاد يشرفني ويهز لي راسي، لأنه المغاربة وخيالنا مسلمين كيفنا كيفهم، أما هربوا بينا، وإنجازاتهم سي عبد الباقي، وإنجازاتهم هي تعد لهم ولنا معا. ما يتسموش هربوا بينا. كل شيء نسبي. في مستوى منتخب الاول توا نكونوا نغالطوا رواحنا ونغالطوا الناس، كان نقولوا احنا توا منتخبنا اقوى من منتخب مغربي. لا با دي تو، لا كاليتي دي جوار الموجوده في المغرب خير من كاليتي دي جوار اللي عندنا في تونس، وهذاك يأهلهم باش يعملوا منتخب خير من المنتخب اللي عندنا في تونس. دون لابسولو المنتخب المغربي خير، وهذا الناتج عن أن المغرب سبق في تقاليد تصدير اللاعبين إلى الخارج، وهذا فاد برشا المنتخب المغربي. منتخبنا احنا تو قاعد يستفاد، ولو عندنا ديزيليمون في منتخبنا اللي هما من مستوى جيد كما العيدوني معناها في الفريق اللي في المانيا، معناها منتخب قوي. حنا بعل اللي مازالت قدامه مارج كبير بروغريسيون كيف قاعده تتكون نواه وتتنمو هالنواه هذه اللي في مستوى ملاعبيه كما اللي شفنا فيهم في المغرب، وان شاء الله باذن الله نلتحق بالركب الذي وصل اليه المنتخب المغربي. المنتخب المغربي الوجه هذا هو نتاج عمل طويل وطويل جدا دام في مستوى تلاقح بين الكرة المغربية والكرة الأوروبية، والشيء هذا بدأ يصير في تونس وإن شاء الله يؤدي نتيجة. مع العلم أنه المنتخب المغربي صرح مدربه أنه الهدف متاعه من اللي هو في كأس العالم، قال الهدف متاعنا
هو التتويج بكأس افريقيا الحاليه، وقالها وليد الرجاجي في كونفرنس دو بريس كنت حاضر فيها، قال اذا ما نهزش كأس افريقيا راهو لا حديث لا عن مربع ذهبي ولا عن ربع نهائي ولا عن تأهل. الهدف نتاعنا بالنسبه للجامعه الملكيه المغربيه هي الحصول على كأس افريقيا في الكوت ديفوار. تعليق حمدي. وهذا المهم، يعني تو ريت من بعد اللي شفناه في المغرب، يعني في الكوب دي موند وتوا ضد البرازيل، يعني المردود هذا الكل والانسجام هذا الكل والافكار هذه الكل والانضباط نتاع اللاعبين والنتيجه والاداء، بالحق راهو بنحبوا باش نقولوا راني المغرب يعني وطلعت البالي اخر، سي فري طلعت البالي اخر، يعني ولات تنافس في في الفرق اكبر منتخبات العالم، اكبر منتخبات العالم. لكن هنا وين باش نتاكدوا في الكوب دافريك، لانه المقابلات في الكوب دافريك راهو غير مقابلات في كاس العالم، يعني من ناحيه الكليما، من ناحيه الملاعب، من ناحيه زاده حتى للاعبين موتيفاسيون، ومن ناحيه حتى فهمتي الاجواء الافريقيه في حد ذاتها. نعرف اللي هو من افريقيا، لكن فهمتي المقابلات الافريقيه غير المقابلات اللي في كاس العالم. ان شاء الله نشوفوا المغرب يعني بالطريقه بالاداء اللي شفناه في الكاس العالم نشوفوه في الكاس الافريقي. وقتها نقولوا انت مش متاكد؟ انا فهمت لانه فوق شو، لانه الكوب دافريك والاجواء الافريقيه تختلف على كاس العالم. النجم راهو في، ولو انه حتى نسبوا الامور كما قال سي عبد الباقي، تقريبا المنتخب البرازيلي ما كانش بكل نجوم، وحتى تكون الصوره واضحه تقريبا. باش يكون لا متفاهمين معناتها ما ينقص حتى شيء من قيمه الانتصار نتاع المنتخب المغربي، ولكن حتى نكونوا معناتها نسبوا الامور، المنتخب البرازيلي منقوص من عده عناصر اساسيه اللي كانت تلعب معاه. سي عبد الباقي شكون اخر ثم حاجه، شوف المغرب تجم كوب دافريك الجايه ما تهزاش، ولكن هذا لا ينقص من قيمه المنتخب المغربي. راهو انك تراتي تورنوا ولا تراتي ماتش، هذه وارد تجم تجي قدام اضعف منتخب وتطيح في الدمي فينال، ما تعرفش عليها لي سيركونستونس دي ماتش شو يصيروا فيه. تعرف علاش قلت هكا انا؟ على خاطر تو راهو في المغرب اكيد راهو طالبين المغرب كونها اي ما يلزمش. انا رجعت لكلام مش بشرطي هي انا رجعت لكلام شاكر اللي قال الركراكي، قال يلزم لا هذه شوف منتخب ايطاليا شامبيون دوروب ما مشاش كوب دي موند. ايش معناه منتخب ايطاليا ما يسوى شيء؟ مرتين. لا نحكي لك المره الاخرى هو شامبيون دوروب هكا ولا ربح الناس الكل. صحيح. فاز على المنتخب الانجليزي في مقدونيا، جا مع مقدونيا يظهر وراتها ماتش وما تعداش الكوب دي موند. فهمت؟ الور المغرب لو اني في الكوب دافريك الجايه ما تهزاش، ما نقولوش راه المغرب سافا با وخرت وكذا، لا تجم ما تهزاش لانه تتعدى بريمي تور. احنا نتمناو انها ما تهزاش. شكون المره الاخرى ما تهزاش المغرب ساعه الباقي؟ نتمناو تونس. احنا نتمناو يهزها تونس او منتخب سواء المغرب او الجزائر او مصر. انا هذا امنيتي انا. تعليق على الكلام كيما صحيح كيما فهمتني مصر هزت 3 كوب دافريك وبعد ما لقيناهاش في الكوب دي موند. صحيح. يعني هنا يوريك يعني راهو المسابقات هذوما ما همش كيف تختلف. يعني سي يوسف. لكن اخذت ملاحظه نتاع مصر هزت كوب دافريك لكن ما لعبتش على مستوى الاوروبا، لكن هذه المستوى اللي ظهرته على مستوى الاوروبا دي موند. معناها المغرب علاش المغرب وقت اللي قال ركراكي اللي ليكيب هذه قابله بالنسبه لي هو اجتهاد كوب دافريك، معناها الامكانيات نتاعها حاليا الامكانيات تسمح لها باش تلعب الادوار الاولى، تسمح لها مش بالضروره باش يهز، اما تسمح لها باش يلعب. اكيد هذا اللي انا هذا نفهم من هو هذا اش قال. هذا التصريح احنا كمنتخب مغربي نستحقوا انه نهزوا كاس افريقيا بالمجموعه الموجوده. بالمجموعه هذه كما شفنا الجزائر وقت اللي لعبت في الكوب دافريك في البدايه ما كانتش حاجه خارقه العاده، مي بار لا سويت انا ميريتي باش تهز افريقيا لكن ما مشاش كوب دي موند. العكس شفت هنا المغرب كوب دي موند الاخرى بيان سور هي ما مش الجزائر هزتها السنغال. لا الكوب دافريك مهزة كوب دافريك اللي قبل. اللي قبل هذه مش في مصر هزت مش في الكاميرون. لا مش لا حتى فوالا وهكا وقت قداش ماتش ما خسرتوش. صحيح عملت يذولي معناتها 30 عملت بيرفورمانس فين في الافريك. لكن وقت اللي في الكوب دي موند ما نجمتش ما تعداتش باش تمشي الكوب دي موند ولو ظروف خاصه. عندنا المغرب عملت بيرفورمانس او نيفو مونديال. او نيفو مونديال. خاطر اللاعبين نتاعها سي يوسف معظمهم الكلهم يلعبوا في مثال كيفاش يعني ينجموا يعني لا بالنسبه للافريق يعني تصعب شويه. لا مانيش باش لا حمدي تصعب ما تصعب
علاش ما تصعبش؟ احنا قلنا ما عادش فما كبير وصغير في الافريق، وهكا ولا لا؟ الامكانيات نتاع المغرب تسمح باش تلعب الادوار الاولى، وحاليا فريق محترم. وقت اللي تشوف اللي تكلمت انا على الفيتيس ديكزيكسيون وكيفاش موجود في المغرب، موجود في المغرب. وفريق يعمل الدفاع وممتع يعمل الهجوم، معناه يهاجم ويدافع، معناها مش كيما لي زيكيب اوروبيان معناها تلقاه كاريمون اما في قوته اكثر في الهجوم من الدفاع. انا متفق معك سي يوسف. علاش هذا؟ وانا متاكد اللي بالمجموعه هذه اذا تقعد لا فورم هذه نتاعو ويحافظوا على النسق نتاع المقابلات نتاعو يلعبوا الادوار الاولى. لا اكيد شرب، انا جست نقصد يعني على موضوع الكوب دافريك، راه ماهوش لازم يكون يعني الهدف الاول، يعني يلزموا يهز كوب دافريك. مش يعني يلزموا الهدف نتاعو عنده لا هو هدف المؤهلات يا حمد. لا عنده المؤهلات، انا معك، اما ينجم تنجم تصير يعني مقابلات ما يتعدى على الحدث نتاع المقابله، ما يكونش وما يترشحش. مثلا يعني احنا نتكلموا انا البريسيون نتاع كونه هو باش يعني يلزموا يهز كوب دافريك، يعني من المفروض يعني حمدي انا نتكلم نجم ما تصيرش. قال قداش من الماتش ما قبلنا حتى بونت، وهكا ولا لا؟ صحيح. هنا مؤشر اللي تقول انا ما قبلت حتى بونت وتقدش الماتش، علاش انا ما نهزش ما نلعبش على الادوار الاولى. لكن هنا الفارق ما بين كي تشوف الكيب نتاع المغرب وتشوف الكيب نتاعنا، احنا مازال عندنا نقص على مستوى التجسيم. تعمل مثلا القوه اللي قال غسان فيما يخص كيفاش ولينا المنظومه الدفاعيه ابارتيد من البريمير ليني نتاعنا هي لاتاك والميليو، يخفف على الديفونس. بل كنا نقبلوا اللعب حتى ديفونس، لا توا لا منظومه دفاعيه. لكن المنظومه الدفاعيه نتاعنا باش نترجموها بعد في الترانزيسيون اللي ولات هيك اللغه نتاع كره القدم العصريه. ترانزيسيون تلقى روحك في دي سيتواسيون دو بوت نت كيما المقابله اللي تعدات المقابله هذه ما يقارب 10 معناها فرص وما نسجلوش منهم 10 فرص